شكرا ايمن اشرف، واهلا امام عاشور ومبادئ الاهلي مالكش فيه. ايمن اشرف بالنسبه لي لو اتكلم عليه في جمله فهو لاعب محترم ولاعب راجل، واختار جمهور الاهلي لحد اخر لحظه برغم اي ضغوط ممكن يكون كان اتعرض لها في الفتره الاخيره، الا انه مثلا ما اختارش يروح لنادي منافس او حتى ما تكلمش كلمه يعيب فيها النادي الاهلي او يزعل منه جمهور الاهلي. وده بالنسبه لي مش مستغرب، خصوصا لما يبقى مبدا او قاعده ثابته في الاهلي زي اللي بيتريق عليها انديه منافسه زي يعني لا مؤاخذه الزمالك، ان الاهلي مفيش فيه مبادئ والكلام ده. لا، هو المبدأ ببساطة وهي ان انا ممكن اخسر في وقت من الاوقات لعيب مهم جدا زي رمضان صبحي، اختار ان اخسره لمجرد اني ارسي قاعدة او اثبت مبدأ، وهو ان مفيش لعيب يعامل الاهلي الند للند. عبد الله السعيد اهم لاعب لحد من سنة فاتت، اهم لاعب في مصر حرفيا. مش هيهمني، مش هيفرق معايا لمجرد ان هو اتفاوض مع نادي تاني وهو على ذمة النادي الاهلي، او اختار ان هو نادي تاني لمجرد ان فلوسه اعلى من النادي الاهلي. وهنا الاهلي قال له خلاص ماشي، انت قصتك الفلوس، انا هجيبك بالفلوس بس برضه مش عايزك. وهنا المبدأ. واستكمالا هنا بيجي دور جمهور النادي الاهلي اللي بيكمل الدور بتاع اداره النادي الاهلي، وهو ان بيخلي اللعيب اللي خرج عن طوع النادي الاهلي او خرج عن سياق النادي الاهلي بيخليه عبرة ومثل لأي حد تاني ممكن يجي من بعده يفكر 100 مرة قبل ما يعادي جمهور الأهلي أو إدارة النادي الأهلي. مؤخرا كان حسين الشحات اللي كان بيتفاوض مع إدارة الأهلي، وده حقه وشيء طبيعي، ما قلناش في ده مشكلة. لكن انت مش هتفرض شروطك على الاهلي، ولو هتاخد حاجه هتاخدها بالذوق او برضا الاداره. وحسين او اي حد غيره هو فهم الدرس كويس، واخرهم برضو ايمن اشرف، ولسه اللي جاي واللي بعده، وهنفضل كده طول الوقت. هي دي مبادئ الاهلي وهي دي قيم الاهلي اللي بيتريقوا عليها. فبالرغم من ان ايمن اشرف ما كانش فنيا اعلى حاجه، الا انه كان راجل وكان تعتمد عليه في اي وقت، ما استخسرش مجهود ولا استخسر انه يبذل اي جهد، وحقق مع الاهلي نتائج وبطولات كتير. علشان كده انا ما يهمنيش ان اي حد من بره الاهلي يقول فين قيم او فين مبادئ الاهلي، ما يفرقش معايا. انا كنادي ما بفرقش قيم ولا بفرق مبادئي ولا بفرض مبادئ على اي حد. انا بتكلم وبقول ان دي حاجه بتميزني، انا حر. يا اما انا بضحك على جمهوري عامل نفسه مسيء، يا اما انا حر. انا لما اجي لك كزمالك او كاسماعيلي او كغيره واقول لك اعمل كذا، او ما تمشيش شيكابالا عشان بيشتمك، او ماشي مش عارف مين، ساعتها اقول لي انت مالك، او انت ما عندكش مبادئ اصلا، انت جاي بتقول لي وبتاع. خلاص انت حر يا عم. فانا مبادئ انا حر فيها، القيم بتاعتي انا حر فيها، انا بتكلم يعني بتكلم مع جمهوري. يعني انت مالك يا عم؟ انت مالك يعني؟ ده حاجه شيء ما يخصكش. انا حر، انا بقول ان انا عندي صفات بتميزني. انا شايف نفسي اعظم نادي في الكون، انا حر يا عم. اما انت شايف نفسك مدرسه الفن والهندسه ومحدش يتكلم، يعني عادي. اما بالنسبه لامام عاشور فاهلا ومبروك على انضمامه للنادي الاهلي. مبروك لامام مش للاهلي. الاهلي لا هيزيد بطولات ولا هيقل، الاهلي طول الوقت بيحقق، وقبل ما تيجي محققين 5 بطولات، فمش لما تيجي هنزود يعني بطولات، او انت اللي هتزودنا البطولات. لكن انا بالنسبه لي امام مهم جدا، ويمكن اهم من حمدي فتحي. في رايي انا امام اهم من حمدي فتحي واحسن. امام الكره في رجله سلسه وسهله وبسيطه، حمدي حتى وان كان بيعمل الدور وبيعمله على اكمل وجه، ولكن بتحس ان الموضوع صعب وشاق. لكن امام نوعيه مختلفه جدا، ولكن شرط ده كله وهو ان امام يتاقلم بسرعه مع سيستم الاهلي، يبص لكهربا ويبص لصالح جمعه ويشوف هو عايز بقى من انهي صنف. الاهلي عمل معاك اللي عليه، فاضل انت اللي تختار انت عايز تمشي في اي سكه. بس كده، شكرا.